ايه هو اكبر سن حضرتك عملت ليه حقن مجهري، وايه اصغر سن حضرتك عملت ليه حقن مجهري، وايه النتيجة بالنسبة للحالتين؟ انا اكبر سن عملت له حقن مجهري، انا عملت السيده عندها 51 سنه. طبعا قبل ما اعمل لها شرحت لها كويس قوي ان نسبها لن تتعدى 3% باي حال من الاحوال، لكن هي قالت انا لسه متجوزه قريب وهاخد فرصتي وخلاص، وانا مقتنعه وعارفه دوت يعني. والغريب ان سبحان الله المريضه دي طلعت 6 بويضات ما شاء الله، وكونت 5 اجنه ممتازين. نقلناهم على مرتين، نقلنا 2 فريش وبعد كده ب3 شهور نقلنا 3 مجمد، لكن للاسف ما حصلش نصيب، ما حملتش. وهنا العامل الوحيد اللي ما حصلش علشانه الحمل هو السن، لكن السيده ديت على غير المعتاد بالنسبه لنا في التخصص كانت كل حاجه عندها كويسه. اصغر سن بقى انا عملت السيده عندها 16 سنه. طبعا هي مش مصريه، لان اعتقد ان القانون في مصر بيمنع اقل من 18 او 19 الزواج اصلا يعني. هي كانت من دولة عربية شقيقة يعني. وحتى انا فاكر كويس ان انا لما جيت ابلغ الليستة للمركز اللي بشتغل فيه، المركز المصري، مدير المركز دكتور يحيى قال لي دي عايزة دكتور اطفال مش دكتور نساء. والمريضة دي حملت في توأم وولدناها الحمد لله.